الاسم الواضح لاسم الله جل وعلا في سورة البقرة الحي. البقرة قال إيه؟ سورة قصة البقرة قال إيه فيها؟ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. يحيي الله الموتى. سورة البقرة مركزة قوي على اسم الله جل وعلا الحي. ثم أن إبراهيم يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، واحتج على النمرود بأن قال ربي الذي يحيي ويميت. إذن أن اسم الله جل وعلا الحي بارز في سورة البقرة. ثم تأتي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مش معنى اسم الحي سورة البقرة لأنه عندما تقول إياك نعبد فلا أحد يعبد بحق إلا الحي الذي لا يموت. أنت لما تيجي تسمع كلام حد، تمام؟ الحي ده ممكن يموت. إن حياة حياة بس آخرها مالها لإيه؟ الموت. لكن حياة الله جل وعلا لا تعتريها نقصان ولا يعتريها موت. حتى الإنسان وهو حي وهو يحيي حياته الطبيعية بيموت. إمتى؟ لما بينام. صح؟ ما هو النوم موتة إيه؟ صغرى. فإذا أن الإنسان حي ويحيي حياة، ولكن حياته يشوبها النقصان ويشوبها الغفلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حيث أن النوم أيضا من الإيه؟ من الموت. فالله جل وعلا حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. صح؟ طيب، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن سورة البقرة بتقول لنا اسم الله جل وعلا الحي، بتبرزه. ليه؟ لأنه هو الذي له حق أن يشرع وأن يعبد. أن يشرع وأن يعبد. أي أحد يعبد من دون الله سيفنى، فليس له أحقية أن يعبد.